ياسمين صبري عاملة مسلسل كامل بتلقح فيه على واحدة كده. المسلسل قصته إن في واحد فضل يجري وراها لمدة 3 شهور لحد ما تقدم لها وبدأ يجيب لها هدايا غالية قوي، وطبعا مرجان وياقوت وأحجار كريمة وقصر في السعودية بعد ما كانت بياعة في محل في أسبانيا، أقصد في مصر. وبعد ما بيتمكن منها بيقولها إن أنت بطلي شغل وأنت بتاخدي كام يعني في شغلتك ديت. طيب يا ستي خدي شنطة أهي فيها ملايين الفلوس، لحد ما بيسيطر على شخصيتها. وطبعا كده هو راجل توكسيك وريد فلاجز، والراجل ده طبعا شخصيته مش كويسه وناوي طبعا على الشر وداخل يعني نيته مش حلوه خالص، يعني لان الراجل ده عايز يدمر كاريرها كبياعه في محل ملابس. المهم بقى ان الفنانه العظيمه ياسمين صبري نزلت صوره المسلسل على الانستجرام على الصفحه الشخصيه عندها يعني، وكتبت تحتيها كده قصه حقيقيه. يا ترى عرفتوا هي بتلقح على مين بالظبط في المسلسل ده، او ياسمين صبري عامله المسلسل كامل بتلقح فيه على واحده، وايه السبب اصلا ان هي تلقح فيه عليها؟ يعني مش عارف الصراحة. لو انت عرفت قول لي تحت في الكومنتات هي ياسمين صبري تقصد مين بالظبط بالمسلسل ده.